السلام عليكم. في البداية أعرفكم بنفسي. أنا مهندس أحمد فؤاد، مهندس متخصص في مجال الجي ار سي وتابع لشركة أكودز. والنهاردة هكون معاكم في معيار إدارة أمن المعلومات ايزو 27001 لعام 2022، ودي تعتبر أحدث وثيقة لمعيار إدارة أمن المعلومات ايزو 27001. طيب، معيار ايزو 27001 بيتكون من ايه؟ بيتكون من 10 بنود اساسيه بالاضافه للملحق الف. طيب، قبل ما ندخل في تعريف او مكونات ايزو 27001، نفهم يعني ايه ايزو 27001. ايزو 27001 يعني معيار اداره امن المعلومات، وده معيار امني عالمي يهدف أو يحدد متطلبات إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات، والحفاظ على سرية وسلامة وتوافر ونزاهة المعلومات من خلال تطبيق عملية إدارة للمخاطر بشكل علمي وبشكل منهجي. ده تعريف معيار إدارة أمن المعلومات ايزو 27001. طيب، مكونات ايزو 27001 بيتكون من 10 بنود أساسية بالإضافة للملحق ألف، اللي بيتكون من 93 ضابط أمني مقسمين على 4 مجموعات: مجموعة ضوابط تنظيمية، مجموعة ضوابط خاصة بالأفراد، مجموعة ضوابط تكنولوجية، مجموعة ضوابط مادية. فده ببساطة مكونات ايزو 27001. طيب، يعني ايه ايزو 27001 برضو؟ ده عبارة عن سيستم إداري كامل بيقول للشركات علشان تديروا المخاطر بشكل منهجي وبشكل علمي لازم تمتثلوا وتلتزموا بمعيار إدارة أمن المعلومات ايزو 27001. هنا معانا أول حاجة الفهرس، وزي ما قلت لحضراتكم إن المعيار بيتكون من 10 بنود أساسية بدءا من مجال العمل لحد بند التحسين. دول يعتبروا 10 بنود أساسية بالإضافة للملحق ألف اللي بيتكون من 93 ضابط أمني. وأول حاجة معانا المقدمة، والمقدمة هنا بتتكلم عن مين أصلا اللي كتب معيار ايزو 27001 وليه كتبه. والوثيقة بتقول هنا إن المعيار ده معمول بواسطة منظمتين كبار جدا، وهي المنظمة الدولية للقياس ايزو، بالإضافة أو بالتوافق مع اللجنة الكهروتقنية الدولية اللي هي اي اي سي. يبقى في المقدمة أو في الصفحة اللي بعد الفهرس بيتكلموا عن مين كتب معيار ايزو 27001. وايزو 27001 تم بالتوافق بين المنظمة الدولية للقياس ايزو واللجنة الكهروتقنية الدولية اي اي سي. والفكرة ببساطة ان كل الدول محتاجة طريقة موحدة لإدارة أمن المعلومات، فبدل كل شركة ما تعمل نظام أمن معلومات بطريقتها، اتعمل معيار أمني عالمي وهو ايزو 27001 علشان أي شركة في العالم تمشي عليه. يعني ايزو 27001 كل الشركات في العالم بتمتثل ليه. يبقى تاني في المقدمة هنا بتوضح لنا مين اللي كتب المعيار وليه كتبه. وهنا قلنا ان حصل توافق بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ايزو واللجنة الكهروتقنية الدولية اي اي سي. وقلنا ان الدول كلها محتاجة طريقة موحدة لإدارة امن المعلومات، فبدل ما كل شركة تعمل نظام امن بطريقتها اتعمل معيار عالمي اسمه ايزو 27001. ودي المقدمة. في نقطة مهمة في المقدمة، الوثيقة هنا بتقول لنا إن نظام إدارة أمن المعلومات هو قرار استراتيجي، يعني مش مجرد فاير وول ولا أنتي فيروس ولا سكيورتي اوبريشن سنتر، لا، ده نظام إدارة كامل، يعني يشمل إدارة، عمليات، مخاطر، سياسات، موظفين. يعني الأمن هنا إدارة مش تكنولوجيا بس. وده اللي موضحاه مقدمة معيار إدارة أمن المعلومات ايزو 27001. هنا هنتكلم عن فكرة عامة عن المعيار. فكرة المعيار الأساسية أو المعيار هدفه حماية 3 حاجات أساسية: السرية، السلامة، التوافر. والسرية يعني المعلومات ما يشوفهاش غير الأشخاص
المصرح لهم بالوصول للمعلومات. خلاص يا حمزة. بعد إذنك كيف يا حالك؟ باشمهندس، والله تمام الحمد لله. اللي فاتحين المايك شو بعد الأخبار؟ شو إذنكم. الجديد؟ ايش في العشاء؟ طيب نكمل. في الفكرة العامة هنا بيقول إن المعيار هدفه حماية 3 حاجات أساسية: السرية، السلامة، التوافر. سرية المعلومات يعني المعلومات ما يشوفهاش غير الأشخاص المصرح لهم بالوصول للمعلومات. السلامة إن المعلومات ما يحصلش عليها أي تعديل غير مصرح. التوافر إن المعلومات تفضل متاحة وقت الحاجة، ولكن الوصول لها حسب الحاجة على مبدأ need to know، الوصول للحاجة إلى المعرفة، وده مبدأ التوافر. يبقى ال3 حاجات اللي اتكلمنا عليهم، السرية والسلامة والتوافر، ده هدف المعيار، وده يسمى سي اي اي سيرد او ثالوث السي اي اي، وده اساس الامن السيبراني كله. يعني اساس الامن السيبراني او مبني على ايه؟ مبني على ثالوث السي اي اي او مثلث السي اي اي. بعد الفكرة العامة هنا بتقول لنا الوثيقة ان نظام إدارة أمن المعلومات لازم يتعمل ولازم يطبق ولازم يتراقب ولازم يتحسن باستمرار. يعني مش مجرد مشروع مرة وخلاص أو سياسة بنكتبها مرة وخلاص، لا، ده نظام إدارة مستمر ولازم يتحسن باستمرار. وممكن ندي مثال بسيط: شركة عندها سيرفرات، عندها موظفين، عندها بيانات عملاء، عندها أنظمة اي ار بي. المعيار بيقول هنا، ثانية واحدة يا شباب، بس يعني الصفحة بالشقلوب، صح يا شباب؟ الصفحة بالشقلوب أظن، صح كده؟ نكمل يا شباب. شايفين كويس؟ الجميع شايف كويس؟ شباب حد يفتح المايك بعد إذنكم ويكلمني، كل شايف كويس؟ الجميع شايف تمام تمام. كويس؟ ايوه تمام يا طيب تمام، باشمهندس. نكمل تاني. في الفكرة العامة هنا الوثيقة بتقول لنا إن نظام إدارة أمن المعلومات لازم يتعمل، لازم يطبق، لازم يتراقب، ولازم يتحسن باستمرار. يعني مش مجرد مشروع بيتعمل مرة وخلاص، لا، ده نظام مستمر ولازم يعني يتحسن
باستمرار، يعني مش مجرد كتابة سياسة مرة واحدة أو عملية إدارة المخاطر مرة واحدة، لا، لازم يتحسن باستمرار لأن المخاطر متغيرة ومتجددة. وممكن ندي مثال بسيط: شركة عندها سيرفرات، عندها موظفين، عندها بيانات عملاء، عندها أنظمة ERP، كل ده ممكن يحصل عليه مخاطر أو مشاكل. فالمعيار هنا بيقول لنا بدل ما تتعامل مع المشاكل بعد ما تحصل، لا، اعمل نظام يدير المخاطر قبل ما تحصل. والوثيقة هنا برضو بتقول لنا إن كل شركة مختلفة عن التانية. يعني مثلا معيار إدارة أمن المعلومات ينفع نلتزم ونمتثل ليه على بنك أو على شركة أو على مصنع، فالمعيار هو مرن. المعيار ايزو 27001 معيار إدارة أمن المعلومات معيار مرن، يعني تقدر توسع النطاق أو تضيق النطاق حسب احتياجات المنظمة أو الشركة. هنا بعد كده عندنا التوافق مع المواصفات والمعايير الأخرى لنظام الإدارة. الجزء ده مهم جدا. المعيار أساسا مصمم بحيث إن هو يشتغل أو يتم دمجه مع معايير أخرى. يعني ينفع ندمج معيار إدارة أمن المعلومات ايزو 27001 مع معيار ايزو 9001 معيار إدارة الجودة. ينفع ندمج معيار ايزو 27001 مع معيار ايزو 22301 ده معيار استمرارية الأعمال. يعني ينفع ندمج معيار إدارة أمن المعلومات مع معيار استمرارية الأعمال. ممكن كمان ندمج معيار ايزو 27001 مع معيار إدارة المخاطر العامة ايزو 31000. برضه ممكن ينفع ندمج معيار ايزو 27001 مع معيار 14001 معيار إدارة البيئة. يعني ينفع بكل بساطة لأن معيار ايزو 27001 معيار مرن، وده اسمه هاي ليفل ستراكشر. يعني تقدر تعمل نظام من خلال الدمج، نظام متكامل. فالتوافق مع المواصفات والمعايير الأخرى لنظام الإدارة بكل بساطة المعيار مصمم أو مصمم بحيث إن هو يشتغل مع معايير أخرى مش من نفس الفئة. يعني معيار إدارة أمن المعلومات ده فئة تانية، ده فئة تانية خالص عن معايير الجودة، وفئة تانية خالص عن معيار استمرارية الأعمال، أو إن هو بينضم الفئة غير نفس الفئة. يعني معيار ايزو 9001 ده إدارة الجودة، ملوش علاقة خالص بفئة معايير ايزو 27000 اللي منها ايزو 27001 معيار إدارة أمن المعلومات. فايزو 27001 معيار اداره امن المعلومات هو متصمم او مصمم ان هو يدمج مع معايير اخرى، وذكرنا المعايير. بعد كده ندخل في المتطلبات. واول حاجه معانا في الريكويرمنت او في المتطلبات مجال العمل. ومجال العمل بكل بساطه يعني سكوبنج، هنطبق المعيار ده على ايه. ويعتبر مجال العمل ده اول بند معانا من البنود العشر. يعني مجال العمل احنا هنطبق معيار ادارة امن المعلومات ده على ايه نطاق المعيار. يعني مثلا هل هنطبق معيار ادارة امن المعلومات ايزو 27001 على قسم معين، ولا على فرع من الشركة، ولا على الشركة ككل؟ ما احنا قلنا ووضحنا ان معيار ايزو 27001 معيار مرن، نقدر نطبقه على قسم من الشركه زي مثلا قسم الاي تي او قسم السكيورتي او قسم الادارات او قسم السيلز. وممكن نطبقه على فرع من الشركه، يعني لو شركه عندها كذا فرع ينفع نطبق معيار ايزو 27001 على فرع واحد من فروع الشركه. وينفع نطبق معيار ايزو 27001 على الشركه ككل، يعني لو شركه وليها كذا فرع ينفع نطبق معيار اداره امن المعلومات ايزو 27001 على الشركه كلها بفروعها باقسامها. فهنا في المتطلبات، المتطلب الاول مجال العمل، هنا بيقول لنا احنا هنطبق نطاق المعيار ده على ايه؟ هل على قسم معين، ولا على الشركة كلها، ولا على فرع من الشركة؟ والمعيار هنا برضو بيقول لنا ان النطاق لازم يكون واضح وموثق ومفهوم ومكتوب. بعد كده المراجع المعيارية. الجزء ده المعيار فيه بيقول لنا انه هو مسنود او
مرتبط بمعيار تاني لازم نستخدمه معاه، وده معيار ايزو 27000. معيار ايزو 27000 ده الفئة الأولى من المعايير الخاصة بأمن المعلومات، ويمكن أول معيار تم صنعه هو ايزو 27000. وايزو 27000 ده معيار استرشادي مبني عليه ايزو 27001 معيار إدارة أمن المعلومات، وايزو 27000 ده قاموس مصطلحات أمن المعلومات. يعني لو احنا عايزين مصطلحات وتعريفات بنرجع لمعيار ايزو 27000. بعد كده المصطلحات والتعريفات. المعيار هنا بيقول لنا ان كل المصطلحات المستخدمة موجودة زي ما قلنا في ايزو 27000 لانه يعتبر معيار استرشادي. وهنا في المصطلحات والتعريفات المقتبسة من معيار ايزو 27000 زي الاصول، زي الثغرات، زي المخاطر، زي التهديدات، زي الضوابط، كل دي مصطلحات وتعريفات مقتبسة من معيار ايزو 27000. يبقى ايزو 27001 مبني على معيار ايزو 27000. بعد كده ويمكن ده بداية المعيار الحقيقي من البند رقم 4، بند سياق المنظمة. وهنا ده يعتبر زي ما قلت لحضراتكم أول بند حقيقي في التطبيق، لأن من البند رقم 1 للبند رقم 3 كلها تعريفات عن المعيار، إيه هو المعيار. لكن من البند رقم 4 للبند رقم 10 هو ده تنفيذ معيار إدارة أمن المعلومات. يعني عشان ننفذ معيار إدارة أمن المعلومات ايزو 27001 لازم نفهم طبيعة عمل المعيار من البند رقم 4 سياق المنظمة. والفكرة هنا بيقول لك المعيار قبل ما تعمل أمن معلومات لازم تفهم شركتك، لازم تفهم سياق شركتك. والشركة لازم تسأل نفسها في ايه العوامل اللي بتأثر على الأمن الداخلي والخارجي. والعوامل نوعين زي ما قلت لكم دلوقتي، عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية زي الهيكل التنظيمي، زي التكنولوجيا المستخدمة، زي ثقافة الموظفين. والعوامل الخارجية زي القوانين، المنافسين، الهجمات السيبرانية، وكمان المخاطر الخارجية. زي ايه المخاطر الخارجية؟ زي الحروب. الحروب ما الشركة ملهاش دخل، او يعني ملهاش اي تدخل فيها. يبقى الحروب الشركات ملهاش دخل. كمان المشاكل الاقتصادية داخل الدولة الشركات ملهاش دخل. ممكن كمان مخاطر خارجية زي ان يحصل سقوط نظام سياسي وبالطبع هتسقط معاه القوانين، فدي كلها مخاطر خارجية. يبقى في البند رقم 4 سياق المنظمة، هنا الشركة لازم تسأل نفسها ايه العوامل اللي بتأثر على الأمن. والعوامل عندنا نوعين، عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية زي الهيكل التنظيمي للشركة، زي التكنولوجيا المستخدمة، زي ثقافة الموظفين. وعوامل خارجية زي القوانين، زي المنافسين، زي الهجمات السيبرانية. يعني بكل بساطة المعيار بيقول لنا افهم البيئة الأول قبل ما تبني النظام. يعني قبل ما تبني نظام الشركة اللي هو السيستم الإداري الكامل المتوافق مع معيار ايزو 27001، لازم تفهم بيئة العمل، ولازم تفهم البيئة ككل، سواء من عوامل خارجية أو عوامل داخلية. بعد كده مرتبط بالبند رقم 4 سياق المنظمة، الأطراف المعنية أو فهم احتياجات وتوقعات الأطراف ذات العلاقة. وبكل بساطة يعني الأطراف المعنية أو الأطراف المهتمة. كل شركة ليها ناس مهتمة بأمن المعلومات زي العملاء، زي الجهات التنظيمية، زي الموردين اللي بيوردوا لنا خدمات أو منتجات، وكمان الموظفين، ودول اسمهم الأعضاء المهتمة أو الأطراف المعنية. كل طرف منهم ليه متطلبات. يعني على سبيل المثال البنك المركزي بيطلب متطلبات تنظيمية، ليه طلبات تنظيمية. العملاء ليهم متطلبات انك انت تحمي البيانات والمعلومات الخاصة بيهم. الموردين لازم تكتب بينك وبينهم اتفاقيات امن، لان انت دلوقتي بتقدم خدمة وهم بيقدموا لك خدمة، وبتستورد منهم
منتجات، فلازم تكتب بينك وبينهم عقود واتفاقيات. بعد كده مبني على سياق المنظمة البند رقم 4.3 تحديد نطاق ISMS Information Security Management System اللي هو نظام إدارة أمن المعلومات. وهنا بقى الشركة لازم تحدد النظام هيغطي إيه بالظبط. في تحديد مجال عمل نظام إدارة أمن المعلومات يعني هنحدد النطاق على إيه؟ هل على قسم معين ولا على فرع معين ولا على الشركة ككل؟ وده بالظبط تحديد مجال عمل نظام إدارة أمن المعلومات البند رقم 4.3 المبني على بند رقم 4 سياق المنظمة. مرتبط بالبند رقم 4 سياق المنظمة نظام إدارة أمن المعلومات. وهنا احنا بنعرف ايه هو نظام إدارة أمن المعلومات. ونظام إدارة أمن المعلومات زي ما قلنا في البداية خالص ان هو معيار أمني عالمي يحدد متطلبات إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات والحفاظ على السرية والسلامة والتوافر والنزاهة للمعلومات من خلال تطبيق عملية إدارة للمخاطر بشكل علمي وبشكل منهجي. يبقى في البند رقم 4.4 نظام إدارة أمن المعلومات هنا المعيار بيقول لك إنك لازم تنشئ نظام كامل لإدارة أمن المعلومات يشمل السياسات، العمليات، تقييم المخاطر، الضوابط الأمنية، المراجعات، تحسين مستمر. ودي بنسميها منهجية BDCA بلان دو تشيك أكت. خطط، نفذ اللي خططت له، راجع وراقب المعالجات وعمليات التقييم، واخر حاجه حسن نظام اداره امن المعلومات. بعد كده معانا بند رقم 5 بند القياده. والجزء ده بيأكد على نقطه مهمه جدا ان امن المعلومات مش شغل قسم الاي تي بس، لا، لازم الاداره العليا او مجلس الاداره نفسها تكون مسؤوله عنه. ولو الاداره مش مقتنعه بالامن للاسف النظام كله هيفشل. يبقى لازم مجلس الإدارة أو الإدارة العليا تدعم نظام إدارة أمن المعلومات، لأنها لو مش مقتنعة بيه للأسف النظام يفشل. مرتبط ببند القيادة البند رقم 5.1 القيادة والالتزام. المعيار هنا بيقول لنا إن الإدارة العليا لازم تعمل 8 حاجات أساسية. خلينا ممكن نحولهم لسيناريو عملي. يعني على سبيل المثال عندنا شركة اسمها تكنولوجيا. على سبيل المثال السي او قال احنا لازم نطبق ايزو 27001. الاداره لازم تعمل التالي: اول حاجه انها تحدد سياسه امن المعلومات، يعني وثيقه تقول احنا بنحمل بيانات، احنا بنلتزم بالقوانين، احنا بنطبق ضوابط امن المعلومات. ودي اسمها Information Security Policy سياسه امن المعلومات. تاني حاجه انها تدمج الامن في العمليات، يعني الامن ما يبقاش حاجه منفصله، لا، لازم ندمج الامن في العمليات. بدل ما يعملوا سيستم جديد من الاول وبعدين يفكروا في الامن، لا، الامن يدخل من بدايه التصميم، وده اسمه security by design. تالت حاجة الإدارة مفروض إن هي تعملها إن هي توفر الموارد. الإدارة لازم توفر ميزانية لعمل أو لإنشاء نظام إدارة أمن المعلومات، وتوفر الأدوات الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات، وتوفر الفرق الأمنية للتعامل مع المخاطر اللي ممكن تقابل نظام إدارة أمن المعلومات. وكمان الإدارة لازم توفر التدريب والتعليم والوعي لجميع الموظفين اللي بيشتغلوا داخل نطاق نظام إدارة أمن المعلومات ايزو 27001. يعني بكل بساطة مش تقول اعمل أمن بدون ميزانية، لا، الميزانية جزء من نظام إدارة أمن المعلومات، واللي يجب على المنظمة أو على الإدارة العليا أو على مجلس الإدارة توفير الميزانية الكافية لإنشاء وصيانة وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات. مرتبط كمان احنا كده اتكلمنا على نشر الوعي، كده اتكلمنا على توفير الموارد. بعد كده نشر الوعي. الموظفين لازم يعرفوا ان يعني ايه فيشنج، يعني ايه ازاي يتعاملوا مع البيانات، يعني ايه سياسة الشركة، عشان اغلب الاختراقات بتبقى من الحلقة الاضعف وهي الموظفين. يعني الموظفين اللي في الشركة يعتبروا هم الحلقة الأضعف
والمسبب الرئيسي للاختراقات. وممكن ندي مثال: اي شخص بيعمل some sort of hacking او بيعمل عمليات هاكينج، هو ما بيختارش الفرق التقنية عشان يحاول يخترق الأنظمة من خلاله، لا، هو بيروح للفرق الأضعف أو للأقسام الأضعف اللي ممكن من خلالهم يتم عمل ثغرة، ومن خلال الثغرة يقدروا يدخلوا على الأنظمة. وممكن ندي مثال، يعني الشخص اللي بيعمل عمليات هاكينج ما يروحش مثلا يحاول يخترق السكيورتي اوبريشن سنتر او يخترق البنتريشن تيستنج، يعني يخترق النظام من خلالهم، لا، بيروح للحلقة الأضعف، الموظفين اللي ممكن ما يكونش عندهم وعي بنظام إدارة أمن المعلومات أو بالمخاطر اللي ممكن تواجه الشركة من النوع ده من المخاطر أو من النوع ده من الهجمات. زي مثال قسم السيلز. قسم السيلز بيبقوا ناس خريجين تجارة أو خريجين محاسبة، فهم ما عندهمش وعي للتعامل مع المخاطر السيبرانية. فلما الشخص بيحاول يخترق شركة ما بيروحش ناحية الفرق التقنية، بيروح للحلقة الأضعف، للناس اللي ما عندهمش وعي بالمخاطر السيبرانية. وعلى سبيل المثال قسم السيلز أو قسم الموارد البشرية أو قسم الإدارة، ما يروحش خالص ناحية الفرق التقنية زي الاي تي أو قسم السكيورتي، لا، بيختار الحلقة الأضعف ويحاول يعمل ثغرة بحيث إن هو يدخل على الأنظمة. فعلشان نحمي الشركة من مشاكل زي دي أو مخاطر زي دي لازم ننشر الوعي، وننشر الوعي عن طريق إن إحنا بنعمل تدريبات واختبارات دورية لجميع الموظفين عشان نفهمهم يعني إيه فيشنج، يعني إيه تصيد احتيالي، وإزاي يتعاملوا مع البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة، ويعني إيه سياسة الشركة. عشان زي ما قلت لحضراتكم إن أغلب الاختراقات بسبب البشر مش التكنولوجيا. ولما الشخص بيحاول يعمل هجمات بيختار الحلقة الأضعف وهي الموظفين. كمان لازم في أو مرتبط بالبند رقم 5 القيادة التأكد أن النظام بيحقق أهدافه، يعني الإدارة لازم تتابع هل الأمر بيتحسن، هل المخاطر بتقل، يعني ده دور القيادة. كمان مرتبط ببند القيادة دعم الموظفين، يعني الإدارة لازم تشجع الموظفين لو حد شاف مشكلة أمنية يبلغ عنها. مرتبط كمان ببند القيادة التحسين المستمر، يعني النظام لازم يتحسن باستمرار. وكمان عندنا دعم المدراء، كل مدير قسم لازم يساعد في تطبيق الأمن، يعني الاتش ار، الاي تي، الفاينانس، كل دول جزء من الأمن. عندنا كمان البند رقم 5.2 السياسة أو سياسة أمن المعلومات، ودي وثيقة مهمة جدا. المعيار هنا بيقول لنا إن السياسة لازم تكون مناسبة لطبيعة الشركة، تحدد أهداف الأمن، تلتزم بالقوانين، تدعم التحسين المستمر. وكمان الوثيقة أو سياسة أمن المعلومات لازم تكون مكتوبة ومعروفة ومعمول بها داخل الشركة ومتاحة لجميع الموظفين ومتاحة لجميع الأطراف المعنية، من مديرين، من شركاء، من موظفين، من عملاء. عندنا ممكن برضو ندي مثال بسيط لسياسة أمن المعلومات. الشركة لازم تكتب مثلا تلتزم شركة إكس على سبيل المثال بحماية سرية وسلامة وتوافر المعلومات من خلال تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات وفق معيار ايزو 27001. عندنا كمان البند رقم 5.3 الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات التنظيمية. هنا المعيار بيقول لنا إن لازم كل شخص يعرف دوره في الأمن، يعني على سبيل المثال السي اي اس او ده شخص بيدير امن المعلومات، هو المسؤول عن اداره امن المعلومات. الاي تي مسؤوليته في نظام اداره امن المعلومات انه ينفذ الضوابط. الاتش ار مسؤوليته في معيار نظام اداره امن المعلومات انه يوعي الموظفين، لان من خلال الاتش ار بيتواصل مع الاداره ان احنا محتاجين عمليه تدريبيه وعمليه توعيه لرفع كفاءه الموظفين، وان احنا لازم نفهمهم ايه المخاطر اللي ممكن تواجهنا كشركه، من سواء مخاطر تشغيلية أو مخاطر سيبرانية أو مخاطر امتثالية أو مخاطر قانونية أو مخاطر مالية أو مخاطر داخلية أو مخاطر خارجية. لأن المخاطر مش عندنا مخاطر سيبرانية بس، لا، احنا عندنا أنواع كتيرة جدا من المخاطر.
يبقى في الأدوار والمسؤوليات هنا لازم كل شخص يعرف دوره في الأمن. والدور على سبيل المثال السي اي اس او ده الشخص اللي بيدير نظام إدارة أمن المعلومات. الاي تي هو المسؤول عن تنفيذ الضوابط، والاتش ار مسؤول عن توعية الموظفين، والإدارة مسؤولة عن دعم نظام إدارة أمن المعلومات. نيجي لأهم بند في البنود العشرة وهو بند التخطيط. ومن خلال بند التخطيط بنطلع بمنهجية مهمة جدا، والمنهجية دي هي بلان دو تشيك اكت. بلان دو تشيك اكت، خطط، نفذ، راجع وراقب، آخر حاجة حسن. يبقى التخطيط ده يعتبر هو قلب المعيار، وده يعتبر اخطر واهم جزء في المعيار كله. ليه؟ لان ايزو 27001 مبني على ادارة المخاطر. فاحنا لازم علشان نتعامل مع معيار ايزو 27001 بنطلع من بند التخطيط ده بحاجة مهمة جدا، بالمنهجية اللي هنتعامل بيها مع معيار ايزو 27001، وهي منهجية بي دي سي اي، بلان دو تشيك اكت. خطط، نفذ اللي خططت له، راجع وراقب، واخر حاجة حسن. فبند التخطيط ده بكل بساطة علشان نخطط اول حاجة لازم نحدد نوع الخطر. لازم نحدد نوع الخطر اللي احنا بنواجهه. هل هو خطر سيبراني؟ هل هو خطر تشغيلي؟ ولا خطر امتثالي؟ ولا خطر قانوني؟ ولا خطر داخلي؟ ولا خطر خارجي؟ وبعد ما بنحدد نوع الخطر بنشوف الخطر ده أثر على أنهي جزء من الأصول. ما هي الشركة بتحتوي على أصول. إيه هي الأصول؟ زي أصول معلوماتية زي المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة، وزي الأصول التقنية زي السيرفرات، وزي الأصول البشرية زي الموظفين والمديرين. دول يعتبر أصول أصول بشرية. وكمان عندنا أصول مادية زي أجهزة الكمبيوتر، زي أجهزة اللابتوب، زي التليفونات أو التليفون المحمول. دي كلها أصول مادية. كمان عندنا أصول مساعدة زي الإنترنت والكهرباء. الإنترنت والكهرباء يعتبروا أصول مساعدة، من خلالهم أو لو حصل فيهم أي خلل أو أي ضرر هتؤثر على استمرارية الأعمال. يعني لو حصل انقطاع في الكهرباء بالطبع هيؤثر على عملية نقل وتخزين ومعالجة البيانات، يبقى أثرنا على استمرارية الأعمال. وكذلك الإنترنت، يعني الإنترنت والكهرباء أصول مساعدة. لو حصل انقطاع في الإنترنت بالطبع هيحصل مشاكل، زي برضو مشاكل هتأثر على استمرارية الأعمال، لأن إحنا من خلال الإنترنت بننقل ونعالج وكمان نخزن المعلومات. فلو حدث أي خلل في الأصول المساعدة بالطبع هتأثر على استمرارية الأعمال. وده أهداف المعيار. أهداف أي معيار في الدنيا كلها هو عدم التأثير على استمرارية الأعمال. يعني المعيار ايزو 27001 لما قلنا في التوافق مع المعايير الأخرى إن هو ينفع يندمج مع معيار 22301 اللي هو معيار استمرارية الأعمال، لأن هو ده هدف معيار ايزو 27001 فينفع يندمج معاه. يبقى في بند التخطيط أول حاجة لازم نحدد نوع الخطر. إيه الخطر اللي إحنا بنقابله؟ هل هو خطر سيبراني، خطر تشغيلي، ولا خطر امتثالي، ولا خطر مالي، ولا خطر داخلي، ولا خطر خارجي؟ بعد كده بنشوف نوع الخطر ده بيأثر على ايه من الأصول، وحددنا الأصول اللي داخل الشركة، سواء أصول مادية أو معلوماتية أو تقنية أو بشرية أو أصول مساعدة. وبعد ما حددنا الأصول بنشوف التهديدات والثغرات الناتجة عن الخطر اللي واقع علينا كشركة. وبعد ما بنشوف التهديدات والثغرات بنعمل حاجة اسمها ريسك اسسمنت، تقييم المخاطر. وتقييم المخاطر بيتم عن طريق حاجة اسمها مصفوفة المخاطر. ومصفوفة المخاطر دي بتقول لنا ان مستوى الخطر بيساوي likelihood في impact، الاحتمالية في التأثير. يعني عشان نقيم المخاطر، لان احنا عارفين الناس اللي موجودة في وظائف داخل اي شركة عارفين ان احنا ما بنتعرضش لخطر واحد في اليوم، لا، احنا ممكن نتعرض لمخاطر كتير. ممكن نتعرض
لمخاطر كتيرة جدا في الواقع اليومي. يعني ممكن نقع في خطر سيبراني زي تسريب بيانات، زي رانسوم وير، زي عملية فيشنج. وممكن نقع في مخاطر تشغيلية زي ضعف في الخدمات أو انقطاع في الخدمات أو أخطاء بشرية. ممكن نوع ده في الواقع اليومي، لأن المخاطر التشغيلية زي ما احنا عارفين هو أكتر نوع بنواجهه في الواقع اليومي. وممكن نتعرض كشركة لمخاطر مالية، إن مثلا عملاء ما بيدفعوش المستحقات المالية، يحصل أزمة في الشركة، أزمة مالية، تضارب في أسعار العملة. دي كلها مخاطر مالية. ممكن كمان نتعرض لمخاطر خارجية زي الحروب، زي انقطاع في الانترنت، زي انقطاع في الكهرباء. دي كلها حاجات لا دخل لنا فيها. فاحنا كشركة بنتعرض لمخاطر كتيرة جدا، بنتعرض لمخاطر كتير جدا. فدلوقتي انا لازم اقيم المخاطر، انهي خطر كبير علينا يوجب التدخل الفوري لحل مشكلته. فعشان اتدخل تدخل فوري لازم اعمل ريسك اسسمنت او عملية تقييم للمخاطر. وتقييم المخاطر بيتم عن طريق حاجة اسمها مصفوفة المخاطر. ومصفوفة المخاطر دي بكل بساطة بتقول لنا ان هي معادلة حسابية بنستخدمها علشان نتعامل مع المخاطر اللي بتواجهنا كشركة. يعني مصفوفة المخاطر دي هي اللي بنستخدمها عشان نقيم المخاطر. ايوه. طيب ايه هي مصفوفة المخاطر دي؟ بتقول لنا ان هي معادلة حسابية بتقول لنا ان مستوى الخطر كتوتال بيساوي الاحتمالية في التأثير، احتمالية وقوع الخطر في تأثير الخطر علينا. وعندنا مصفوفات كتيرة جدا: مصفوفة 3 في 3، مصفوفة 5 في 5، مصفوفة 6 في 6. يعني ايه برضو المصفوفات دي؟ ثانية واحدة بس هدخل الناس يعني ايه المصفوفات دي؟ يعني انا كشركة مثلا لو مصفوفة 3 في 3، انا بواجه في الواقع اليومي من مثلا من 4 مخاطر ل9 مخاطر كحد اقصى. طب مصفوفة 5 في 5، انا ممكن اواجه في الواقع اليومي لحد 25 خطر. طب لو مصفوفة 6 في 6، يعني أنا بواجه في الواقع اليومي لحد 36 خطر. فأنا دلوقتي لازم أقيم الخطر الأكبر ذات الضرر الأكبر عليا كشركة، وأحاول أعمل عملية تدخل فوري لحل المشكلة بتاعته. وده اسمه تقييم المخاطر. بعد ما بقيم المخاطر برتب الأولويات. مين الخطر اللي المفروض أتدخل ده تدخل فوري عشان أحل مشكلته؟ مين الخطر الأكبر؟ لو أنا مثلا وقعت في خطر تشغيلي زي مثلا ضعف في الإجراءات على سبيل المثال، ووقعت في خطر سيبراني زي عملية فيشنج، ووقعت في خطر خارجي زي الحرب مثلا. يعني مثلا دولة زي أوكرانيا على سبيل المثال بتحارب. قبل الحرب كانت الدنيا هادية، مفيش مشاكل. طب دلوقتي في حرب. طيب الشركات لما تيجي تعمل عمليه تقييم للمخاطر، هل الخطوره الاكبر عليها من المخاطر السيبرانيه ان هي وقعت في خطر سيبراني، ولا خطر تشغيلي زي ضعف في الاجراءات، ولا زي الحرب اللي حصلت؟ لا، في تقييم المخاطر هتقول ان اكبر خطر عليا الحرب. يبقى لازم اتخذ الاجراءات الفوريه لحل المشكله دي. وده هنجيله دلوقتي في بند المعالجه، هنعالج الموضوع ده ازاي. يبقى احنا ادينا مثال شركه موجوده في اوكرانيا بتتعرض لمخاطر سيبرانية، وبتتعرض لمخاطر تشغيلية زي انقطاع أو ضعف في الخدمة أو ضعف في الإجراءات، وزي مخاطر خارجية زي الحرب اللي هي وقعت فيها. فاحنا دلوقتي بعد ما قيمنا المخاطر من خلال مصفوفة المخاطر وطلعنا الناتج بتاع تقييم المخاطر وهو الريسك ريجستر او سجل المخاطر، بنعمل عملية معالجة المخاطر. ومعالجة المخاطر يا جماعة اتمنى محدش ينسى بند المعالجة، هيساعدك كتير في الواقع اليومي بتاع الشغل بتاعك بتاع وظيفتك. مش مجرد مش بس كجي ار سي، لا، كقسم اي تي او ايا كان الاقسام اللي موجوده معانا هنا او الناس اللي شغاله وظائف مختلفه. بند المعالجه معانا بيتكون من 4 استراتيجيات: نقل الخطر، قبول الخطر، تجنب الخطر، تخفيف الخطر. طيب يعني ايه نقل الخطر؟ يعني انا إيه؟ انقل الخطر ما دام انا مش قادر اتعامل معاه وشايف ان هو خطر كبير عليا كشركة، وانا ما عنديش الادوات لحل مشكلته، بنقل الخطر لشركة متخصصة
شركة حماية متخصصة ان هي تحميني من الخطر اللي واقع عليا. طيب دلوقتي احنا ادينا مثال شركة في اوكرانيا، حصل الحرب، دلوقتي هتعمل ايه في بند المعالجة عشان تعالج الخطر بتاع الحرب ده عليها؟ هتنقل مقر الشركة بتاعتها من أوكرانيا لمكان تاني آمن، وده اسمه نقل الخطر. أنا دلوقتي بزيل الخطر، بتعامل مع الخطر. ما ينفعش أقبل الخطر أقول أنا هسيب الشركة وهي مش هتتضرر. لا، هتتضرر من الخطر، هتتضرر من الخطر. فده اسمه نقل الخطر، يعني أنقل الخطر من شركتي لمكان تاني، لشركة متخصصة. يعني لو انا وقعت في خطر انا مش قادر اتعامل معاه، مش قادر احل مشكلته، فانا اعمل ايه؟ انقله لشركة متخصصة، بحيث ان هو لو خطر سيبراني هي متخصصة في النوع ده من الخطر فتحل مشكلته. طب على سبيل المثال تاني نقل الخطر ده، لو انا عندي داتا في الشركة خاصة بمعلومات الشركة او ببيانات الشركة، ومش معمول لها باك اب، مش معمول لها نسخ احتياطي. طب النهارده لو انا حصل عمليه رانسوم وير على الداتا دي، هيحصل انكريبشن للداتا او عمليه تشفير للداتا، فكده انا عرضت الشركه او عرضت الشركه لسمعه مش كويسه والغرامات، وممكن سحب تراخيص ومخالفه. فانا عشان اتفادى المخالفات والغرامات وسحب التراخيص بعمل عمليه نقل للداتا دي من الشركة لمكان تاني، زي مثلا اي حد بيقدم خدمة سحابة زي اي دبليو اس، زي ايجر. اي شركة بتقدم خدمة سحابة فانا بنقل لها الخطر، لان الداتا اللي عندي مش معمول لها باك اب، دي تعتبر داتا خطيرة. ممكن لو حصل عليها ممكن لو حصل عليها اي عملية زي الرانسوم وير هتؤثر على الشركة ككل. فانا اعمل ايه؟ انقلها لمزود خدمة سحابة زي اي دبليو اس، زي ايجر، زي فورتنايت، ايا كان الشركة اللي بتقدم خدمة سحابة. بعد كده في الاربع استراتيجيات بتاعت المعالجة، قبول الخطر. يعني ايه قبول الخطر؟ انا كشركة من استراتيجياتي ان انا اقبل المخاطر. لو شايف ان انا هقدر اتعامل مع الخطر، او اقدر اواجهه، او اقدر احل المشكلة بتاعته، وان تكاليف الخطر اللي انا بواجهه مش كبيرة عليا كشركة، اقبل الخطر ده واتعامل معاه. ده اسمه قبول الخطر. تجنب الخطر يعني الغي نشاط الخطر تماما، يعني اشوف مكان الخطر والغي نشاطه. على سبيل المثال، انا عندي موظفين بيضغطوا على لينكات بدون وعي، وده في سياسة الشركات العاملة حاجة خطيرة جدا، لان ممكن اللينك ده يبقى تصيد احتيالي، يعني في عملية فيشنج. فانا اعمل ايه؟ اوعيهم وادربهم واعلمهم تجنبا ان هم يقعوا في الخطر المتمثل في عملية الفيشنج. فعلشان اتجنب عمليه الفيشنج على الموظفين، اوعيهم وادربهم. طب اوعيهم وادربهم ازاي؟ ان انا اعمل لهم عمليات تدريبيه، انك انت لو بعت لك لينك في برنامج اسمه فيروس توتال، المفروض تاخد اللينك تحطه في فيروس توتال. فيروس توتال هيطلع لك معلومات اللينك، هل اللينك ده فيه فيروس، هل في تارجت، هل في تروجن. فانت بناء على المعلومات بتاع اللينك هيقول لك والله لو اللينك ده ملغم او فيه مشكله ما تضغطش عليه. وده اسمه تجنب الخطر، تجنبا ان احنا يحدث مشكلة على الشركة. ما احنا قلنا ان الموظفين هم اضعف حلقة في الشركة، الموظفين اللي ما عندهمش وعي ولا علم ولا تدريب بالمخاطر السيبرانية. وكمان في موضوع الموظفين المفروض انا بعمل لهم اختبارات دورية. ما انا دربت وعلمت، عشان اتجنب الخطر لازم اعمل لهم عملية اختبارات دورية. انا كشركة المفروض اعمل اختبارات، ان انا اعمل مثلا لينك ملغم وابعته للموظفين اللي عندي في الشركة، واللي يضغط على اللينك يدخل دورة تدريبية اخرى. ولو هو فضل مصمم بعد الاختبار والتدريب المرة التانية وصمم ان هو يضغط على اللينكات بدون وعي، برضه اقدمه لعملية تأديبية، بحيث ان انا اقول له والله لو ما التزمتش وامتثلت المعيار نظام إدارة امن المعلومات هفصلك من الشركة، او هعرضك لجزاءات ان انا اخصم من الراتب بتاعك.
وده اسمه تجنب المخاطر. اما تخفيف الخطر من ناحية احتماليته علينا ومن خلال تأثيره علينا. وعلى سبيل المثال، انا كشركه وقعت في خطرين، وجيت عملت ريسك اسسمنت او عمليه تقييم المخاطر، لقيت ان الخطرين نفس المستوى. يعني مستوى الخطر علينا لما جيت عملت الاحتماليه في التاثير بتاع الخطرين لقيتهم متساويين. طيب دلوقتي انا بشوف الخطر الاكبر. على سبيل المثال، انا دلوقتي حصل انقطاع في خدمه انا بقدمها، وقع عليا رانسوم وير. ولما جيت حسبت المستوى بتاع الخطر او الريسك، وقلت ان الريسك بيساوي لايكليهود في امباكت، الاحتماليه في التاثير، جيت حسبت تقييم المخاطر، لقيت ان الخطرين متساويين كخطر عليا كشركه. طيب لو انا عايز اتعامل مع الخطر الاكبر اللي ممكن ياثر عليا تاثيره كبير، هتعامل مع مين؟ دلوقتي انا عندي خطرين متساويين، زي انقطاع في خدمه انا بقدمها، وزي ان انا وقعت في رانسوم وير اللي هو هجمة الفدية. فأنا دلوقتي لو ما عنديش الإمكانيات والكفاءات اللي تتعامل مع الخطرين في نفس واحد أو في نفس اليوم، فأنا بعمل إيه؟ بشوف الخطر اللي ممكن أخففه أو أتعامل معاه بمبدأ التخفيف، وأتعامل معاه بحيث إن أنا أتعامل مع الخطر ذات الخطورة الأكبر عليا، واتعامل معاه بشكل فوري. ودلوقتي احنا قلنا انقطاع في خدمه ورانسوم وير، لما جينا حسبنا الخطر لقينا ان الخطرين متساويين. طيب هتعامل مع مين الخطر الاول، وممكن اخفف مين من الخطرين؟ دلوقتي لو انا عندي انقطاع في الخدمه وعندي رانسوم وير، لا انا ممكن اتعامل مع انقطاع الخدمه بمبدأ التخفيف. يعني لو حصل ان انقطاع الخدمه من خلال من خلال انقطاع مثلا في كابل الوايرلس اللي داخل للشركه، فده ممكن اعالجه ان انا ممكن استخدم في الشركه انترنت هوائي، او انترنت مثلا اللي هو بتاع ايلون ماسك، اللي هو عن طريق القمر الصناعي. فانا كده خففت الخطر لحد ما ارجع الخدمه من خلال الكابل الرئيسي. طيب الرانسوم وير، لا ده خطر عالي يوجب التدخل الفوري لحل مشكلته، لانه لو دخل على النظام خلاص هو ممكن يشفر النظام بالكامل. فده يعتبر خطر عالي، ولازم اعمل عمليه ايزوليشن او عمليه عزل للرانسوم وير. لو هو موجود على جهاز، اعزل الجهاز عن الشبكه، وبعد كده لو هو موجود على الشبكه يعني او انتقل للشبكه، اعزل الشبكه عن بيئه العمل خالص. فدلوقتي لازم اتعامل مع الرانسوم وير بشكل اسرع من انقطاع الخدمه. وانقطاع الخدمه ممكن اخفف خطره عليا من خلال ان انا اشوف بديل ممكن ما يأثرش على سير الاعمال، وده اسمه تخفيف الخطر. يبقى بند المعالجه بيتكون من 4 استراتيجيات: تجنب، قبول، نقل، تخفيف. او نقل، قبول، تجنب، تخفيف. نقل، قبول، تجنب، تخفيف. وده بند التخطيط. بعد كده، بعد بند التخطيط، عندنا البند 6.2: أهداف أمن المعلومات والتخطيط لتحقيقها. الشركة لازم تحدد أهداف واضحة. يعني مثلا إن هي تقلل حوادث الأمن بنسبة 30%، تحقق كومبلاينس بالتوافق مع جي دي بي ار او جنرال داتا بروتكشن ريجيليشن، اللائحه العامه لحمايه البيانات الاوروبيه. وكمان ان هي تحسن زمن الاستجابه للحوادث. يعني الاهداف لازم تكون قابله للقياس، مرتبطه بالمخاطر، متوافقه مع السياسه. كمان عندنا البند رقم 6.3: التخطيط للتغيرات. وزي ما احنا عارفين ان المخاطر متغيرة ومتجددة وليها اشكال عدة، فلازم الشركة لو غيرت النظام او غيرت اي عملية او غيرت الهيكل، لازم يتم التغيير بطريقة مخططة عشان ما يخلقش مخاطر جديدة. ما هو انا دلوقتي غيرت النظام،
نظام العمل، او غيرت العمليات اللي بتدار داخل الشركه، او غيرت الهيكل التنظيمي داخل الشركه. فانا لازم بدام غيرت لازم يتم التغيير بطريقه مخططه، لان عدم التخطيط بطريقه مخططه او بطريقه فيها عشوائيه هيخلق مخاطر جديده. فانا لازم اخطط للمتغيرات طبقا لمنهجيه BDCA بلان دو تشيك اكت. خطط الاول، تخطط، بعد كده تنفذ التخطيط، بعد كده تراجع، بعد كده تحسن. بعد كده معانا البند رقم 7، بند الدعم، وده الجزء اللي بيوفر الموارد للنظام. يعني بند الدعم بكل بساطة يعني الموارد، يعني التدريب، يعني الوعي، يعني التواصل، يعني الوسائط. واول حاجه معانا مبني على بند الدعم، البند رقم 7.1 الموارد. وهنا بنقول ان الشركه لازم توفر ادوات الامن، وتوفر افضل الكفاءات وافضل الموظفين، وتحدد الميزانيه لانشاء وصيانه وتحسين نظام اداره امن المعلومات. ما قلنا من اهداف الاداره العليا او مجلس الاداره ان هي توفر الدعم اللازم. والدعم مش ميزانيه بس، لا، توفر ادوات الامن الخاصه بالشركه، وتوفر افضل الموظفين وافضل الكفاءات للتعامل مع المخاطر اللي ممكن تواجه الشركه، وتوفر الميزانيه لدعم نظام إدارة أمن المعلومات. كمان مرتبط بالبند رقم 7 بند الدعم البند رقم 7.2 الكفاءات. ولسه قايل لحضراتكم إن لازم الشركة توفر أفضل الكفاءات، ولازم الموظفين يكون عندهم تدريب وخبرة ومهارات. يعني مثلا السكيورتي اوبريشن سنتر على سبيل المثال للحصر لازم يبقى عارف يعني ايه سم، يعني ايه انسايد ريسبونس، يعني ايه تريت اناليسيز. دي كلها المفروض السكيورتي اوبريشن سنتر يكون عارفها. مرتبط بالبند رقم 7 بند الوعي. وهنا زي ما قلت لحضراتكم من شوية ان لازم الموظفين يكون عندهم وعي بسياسة الامن ودورهم في حماية البيانات وعواقب عدم الالتزام، لان عدم الوعي هيخلق مخالفات وغرامات وسوء سمعة وسحب تراخيص. يعني لو مفيش وعي عند الموظفين داخل الشركة هيخلق نوع من أنواع العشوائية، زي مخالفات، زي غرامات، زي سوء سمعة، زي ممكن كمان سحب تراخيص. مرتبط كمان بالبند رقم 7 بند الدعم بند التواصل. وهنا الشركة لازم تحدد مين يتواصل مع مين وعن ايه وامتى. يعني مثلا ممكن ندي مثال ان حصل مشكلة. يعني أنا مثلا عندي موظف بيقدم خدمة عملاء، جه عميل بيتخانق معاه إن هو بيقدم له الخدمة بطريقة مش على أفضل حال، أو زي ما العميل اللي عندي مستني الخدمة. فبكل بساطة لو حصل إن الموظف حد تعدى عليه من العملاء، لازم الموظف يتواصل مع الإدارة، والإدارة تبدأ تنزل تشوف مشكلة العميل ده. فبند التواصل أنا بخلي الموظفين اللي عندهم إن هم لازم يبلغوا عن أي مشكلة، وإن هم يتواصلوا مع الإدارة، ولو المشكلة كبيرة ممكن يتواصلوا مع الشرطة. يعني أنا لو عندي مشكلة كبيرة إن الموظف يتصل بالشرطة. ليه؟ لحل المشكلة بأسرع وقت. والكلام ده احنا هنشرحه إن شاء الله في الملحق ألف في بند التواصل مع السلطات. فاحنا مش عايزين يعني ايه نتسرع، ولكن كل حاجه جايه وقتها. يبقى التواصل البند رقم 7.4 المبني على بند الدعم، بنقول ان الشركه لازم تحدد مين بيتواصل مع مين وعن ايه وامتى. كمان مبني على بند الدعم البند رقم 7.5 المعلومات الموثقة. يعني كل حاجة لازم تكون موثقة، زي السياسات، زي الإجراءات، زي السجلات، زي التقارير، لازم تكون موثقة ومكتوبة ومعلومة ومعمول بها. كمان عندنا في البند المعلومات الموثقة لازم نتحكم في الوثائق، لازم النسخ تكون مراقبة، والوصول للنسخ يكون محدود، وحاطين صلاحية التحكم في الوصول على مبدأ نيد تو نو، الوصول للحاجة حسب المعرفة، اللي انت محتاجه بس هو اللي توصل له. وان التعديلات لو حصل اي تعديلات على الوثائق لازم تكون موثقة ويكون معلومة للإدارة.
لازم الإدارة تكون مقشرة لك أو واخد تأشير من الإدارة إن أنت تعدل حاجة في الوثائق. يبقى في المعلومات الوثقة البند رقم 7.5 قلنا إن كل حاجة لازم تكون موثقة، زي السياسات، زي الإجراءات، زي السجلات، زي التقارير، وإن التحكم في الوثائق لازم النسخ تكون مراقبة، وإن الوصول للنسخ دي يكون محدود على مبدأ نيد تو نو، الوصول حسب الحاجة للمعرفة، وإن أنا عامل تحكم في الوصول، مين يوصل للوثائق، مش أي حد يوصل للوثائق، وإن التعديلات تكون موثقة. بعد كده ندخل على بند رقم 8، بند العمليات، والجزء ده ببساطة بيجاوب على سؤال واحد: ازاي النظام اللي خططنا له يتطبق فعلا؟ وهنا يعني بنحول الخطة لتنفيذ فعلي. ما احنا قلنا حسب منهجية BDCA بلان دو تشيك اكت، اول حاجة خطط، بعد كده نفذ اللي خططت له، بعد كده راقب وتابع وراجع، واخر حاجه حسن. مبني على بند العمليات البند رقم 8. البند رقم 8 واحد: تخطيط ومراقبه العمليات. يعني الشركه لازم تخطط العمليات الامنيه، تنفذها، تتحكم فيها وتوثقها. يعني مش مجرد كلام في سياسه، لا، لازم يكون في اجراءات وفي تطبيق وفي متابعه طبقا لمنهجيه BDCA بلان دو تشيك اكت. خطط، اول حاجه خطط، بعد كده نفذ اللي خططت له، بعد كده راجع، بعد كده حسن. فممكن ندي مثال في العمليات. لو عندنا مثلا شركه عندها ريسك، عندها خطوره او مخاطره، زي اختراق قاعده بيانات العملاء، فقررت تعمل كنترولرز، فقررت تعمل ضوابط. هتختار ضوابط زي ايه؟ زي الMFA اللي هي المصادقة متعددة العوامل، زي مثلا ان هي هتتحكم في الوصول، زي ان هي هتسجل وتراقب عمليات الدخول. وده كله معانا في الملحق ألف، مش عايزين نسبق الأحداث، كل الكلام ده هنشرحه بالتفصيل الممل في الملحق ألف. يبقى هنا في بند العمليات بيقول لنا بكل بساطة: طبق الضوابط بشكل فعلي. يعني في بند العمليات ده طبق الضوابط بشكل فعلي. وان لو حصل تغيير غير مخطط في العمليات لازم يتم مراجعته. ده بكل بساطة بند العمليات. عندنا كمان في البند رقم 9 تقييم الأداء. وتقييم الأداء ده جزء مهم جدا، لأنه بيجاوب على السؤال: هل نظام أمن المعلومات شغال كويس ولا لا؟ هل شغال بطريقة علمية وطريقة منظمة وطريقة ممنهجة ولا لا؟ مرتبط بالبند رقم 9 تقييم الأداء البند رقم 9 واحد: المراقبة والقياس والتحليل والتقييم. يعني لازم الشركة تراقب العمليات، تراقب الضوابط، تراقب الحوادث، تراقب الأداء. يعني مثلا تقيس عدد الحوادث الأمنية، زمن الاستجابة للحوادث، عدد الثغرات المكتشفة، دي اسمها السكيورتي ماتريكس. يبقى السكيورتي ماتريكس دي إن الشركة لازم تراقب العمليات والضوابط والحوادث والأداء، زي إن هي تقيس عدد الحوادث الأمنية، وتقيس زمن الاستجابة للحوادث، وتقيس عدد الثغرات المكتشفة. وده بكل بساطة بند تقييم الأداء. مرتبط بالبند رقم 9 البند رقم 9.2: التدقيق الداخلي. والتدقيق الداخلي إن بكل بساطة لازم الشركة تعمل مراجعة داخلية للنظام، والهدف من التدقيق الداخلي إن هي تتأكد إن النظام متوافق مع المعيار، مطبق فعليا وبيشغال بشكل فعال. يبقى الهدف التدقيق الداخلي. والتدقيق الداخلي ده بيكون شخص داخل المنظمة أو شركة داخل الشركة، وما بيكونش صارم ولا إلزامي، ولكن الهدف من التدقيق الداخلي إن هو يشوف هل النظام متوافق مع معيار إدارة أمن المعلومات، هل هو مطبق فعليا داخل الشركة، وهل هو فعال يعني ماشي بطريقة منظمة ولا في مشاكل. مبني
على التدقيق الداخلي التدقيق الخارجي، ولكن في جزء التدقيق الداخلي برضو عايزين نشرح حتة. التدقيق الداخلي من خلاله بيتم عمل سيناريوهات التدقيق الخارجي، يعني بيقول لنا او بيحسسنا بنفس النظام اللي هيتم في التدقيق الخارجي، وبينشئ لنا نفس السيناريوهات ونفس الجو العام اللي هنعيشه مع المدقق الخارجي. يبقى التدقيق الداخلي زي ما قلنا بيتأكد ان النظام متوافق مع المعيار، مطبق فعليا، وهل النظام فعال ولا مش فعال. التدقيق الداخلي زي ما قلنا ان هو بيشمل مراجعة السياسات، مراجعة العمليات، مراجعة الأدلة، ومقابلة بيقابل الموظفين. يعني مثلا المراجع بيسأل هل الموظفين فاهمين سياسة الأمن ولا لا؟ هل التحكم في الوصول مطبق ولا لا؟ هل الحوادث بتسجل ولا لا؟ ودي نفس السيناريوهات اللي المدقق الخارجي بيبحث عنها. وبينتج عن التدقيق الداخلي تقارير امتثالية. يبقى بينتج عن التدقيق الداخلي تقارير امتثالية. ما هو الهدف النهائي من معيار نظام إدارة أمن المعلومات إن إحنا نحسن معيار إدارة أمن المعلومات. فالتدقيق الداخلي هدفه عملية التحسين. هو ليه بيراجع السياسات وبيراجع العمليات وبيراجع الأدلة وبيعمل مقابلات مع الموظفين؟ ما هو علشان يحسن نظام إدارة أمن المعلومات إن لو في مخاطر نقول له والله إحنا واجهناها بالشكل الأمثل، وإن هو بيطلب عدم تكرار الوقوع في المخاطر تاني. والهدف تحسين نظام إدارة أمن المعلومات. فبرنامج التدقيق الشركة لازم يكون عندها اوديت بروجرام أو خطة تدقيق بتشمل إمتى التدقيق ده، مين المدقق، إيه النطاق. ما احنا قلنا في مجال العمل في أول حاجة في البند رقم 4 لازم نحدد مجال العمل. ومجال العمل هنطبق نطاق المعيار ده على إيه؟ هل على فرع من الشركة؟ هل على قسم من الشركة؟ هل على الشركة كلها؟ احنا بنحدد، لأن معيار ايزو 27001 يعتبر معيار مرن. يعني ايه معيار مرن؟ ينفع تطبقه على قسم معين من الشركة، ينفع لو شركة أم وعندها كذا فرع تطبق معيار ايزو 27001 على الفرع بس، وينفع تطبقه على الشركة الأم ككل بجميع فروعها. فمعيار ايزو 27001 معيار مرن. كمان عندنا في البند رقم 9.3 والمرتبط بالبند رقم 9 اللي هو تقييم الأداء. هنا في البند رقم 9.3 المراجعة الإدارية، وده اجتماع دوري بين الإدارة العليا أو مجلس الإدارة وفرق الأمن. فرق الأمن زي أقسام قسم الاي تي وقسم السكيورتي اوبريشن سنتر بجميع تيراته كتير 1 تير 2 تير 3 لحد السوك مانجر، وكمان البنتريشن تيستنج، لأنه دول يعتبروا فرق الأمن. وده زي ما قلت لحضراتكم بتبقى اجتماع دوري بين مجلس الإدارة وبين فرق الأمن، والغرض منه مراجعة أداء النظام، وإن الإدارة بتناقش نتائج التدقيق الداخلي والحوادث الأمنية اللي واجهناها والمخاطر اللي ممكن نكون واجهناها واللي ممكن تقع علينا كشركة. وكمان بتناقش معانا في مراجعة الإدارة فرص التحسين الاو اف اي. فرص التحسين الاو اف اي بتشوف هنحسن نظام إدارة أمن المعلومات ازاي. فالهدف من المراجعة الداخلية أو المراجعة الإدارية زي ما قلت لحضراتكم إن الإدارة بتناقش مع فرق الأمن نتائج التدقيق، الحوادث الأمنية، المخاطر، فرص التحسين. ومدخلات الاجتماع إن الإدارة بتشوف نتائج التدقيق، أداء النظام، تحقيق الأهداف، والتغيرات في المخاطر. لأن زي ما احنا عارفين إن المخاطر متغيرة ومتجددة. يعني على سبيل المثال احنا دلوقتي هندي مثال الحرب اللي دايره بين امريكا واسرائيل وايران. هم دلوقتي بيقولوا ان خلاص الحرب وقفت. ممكن بعد يوم ولا اتنين الحرب تشتغل تاني. ليه؟ حدث تغير. ما هي المخاطر متغيره. ما احنا ما ناخدش بالكلام، لازم يبقى فيه دلائل على ان الحرب انتهت تماما. ولو انتهت لازم نراقبها، لان ممكن ترجع الحرب تاني. فاحنا لازم نتعامل مع التغيرات في المخاطر، لان المخاطر متغيرة ومتجددة. بينتج بينتج عن مدخلات الاجتماع او الاجتماع اللي حصل مخرجات للاجتماع. ومخرجات الاجتماع ان الادارة بتقرر
تحسينات على نظام إدارة أمن المعلومات وتغيرات في النظام طبقا للتغيرات في المخاطر، وان هي تخصص موارد، ان مثلا لو النظام احتاج موارد اكبر من الميزانيه المحطوطه، ان الاداره العليا او مجلس الاداره يخصص ميزانيات اضافيه للتعامل مع نظام اداره امن المعلومات. اخر حاجه معانا وهو بند التحسين، وده اخر بند من البنود العشر. وبند التحسين ده الجزء اللي بيمثل اخر مرحله في نظام اداره امن المعلومات، واللي انا عمال اتكلم عليها من الصبح، وهي منهجيه BDCA: بلان دو تشيك اكت. خطط، نفذ، راجع، حسن. فالمنهجيه دي احنا مقتبسينها من بندين اتنين: البند رقم 6 بند التخطيط، والبند رقم 10 بند التحسين. مرتبط ببند التحسين البند رقم 10 واحد: التحسين المستمر. وهنا المعيار بيقول لك ان نظام امن المعلومات لازم يتحسن باستمرار، يعني كل سنة يكون اقوى، ويكون اكتر نضج، ويكون اكتر فاعلية، لان احنا واجهنا مخاطر كتير. فطبقا للمخاطر اللي احنا واجهناها، خلاص احنا بقى عندنا مناعة، وبقى عندنا ان احنا الوعي الكافي للتعامل معاها. ما هو مش احنا مش اول مرة هنتعامل معاها، لا، ما احنا اتعاملنا معاها. هيبقى عندنا السيناريوهات الافضل والامثل للتعامل مع المخاطر، وان احنا نقرر او نقول ان احنا مش هنقع في المخاطر دي تاني. ما خلاص احنا وقعنا فيها قبل كده وعرفنا نواجهناها، وعندنا الخطط والسيناريوهات للتعامل. فبند التحسين المستمر: نظام امن المعلومات لازم يتحسن باستمرار، يعني كل سنه يكون اقوى، يكون اكتر نضج، اكتر فاعليه. مبني على بند التحسين البند رقم 10 2: حالات عدم المطابقه والاجراءات التصحيحيه. وده جزء مهم جدا. وده بكل بساطه ان لو حصل مشكله في النظام، زي مثلا سياسه غير مطبقه، ضابط امني غير فعال، حادث امني، دي حاجه اسمها حالات عدم المطابقه. وده التعامل مع المشكلة، ان الشركة لازم تعمل معالجة للمشكلة دي، وان هي تحلل سبب حدوثها، وان هي تنفذ اجراء تصحيحي. يعني لو انا عندي مشكلة ان في سياسة غير مطبقة، لازم اعدل السياسة واطبق السياسة اللي المفروض اطبقها. ممكن نسيتها، ممكن يكون في اهمال من الموظفين مش عارفين يطبقوها. فانا لازم اعالج المشكلة واحلل السبب الجذري وانفذ اجراء تصحيحي للتعامل مع المشكلة اللي هي زي سياسة غير مطبقة. يعني ممكن ندي مثال في حالات عدم المطابقة دي: أنا لو عندي موظف بيدخل على النظام بدون صلاحية، التحليل التحليل من حالات عدم المطابقة إن أنا عندي ضعف في التحكم في الوصول. أنا عندي ضعف في التحكم في الوصول. فالإجراء التصحيحي إن أنا أعدل الجابز دي، أو أعدل الثغرة دي، إن أنا أعدل الصلاحيات، أطبق الام اف اي، يعني مصادقه متعدده العوامل. والمصادقه متعدده العوامل زي الBIN او زي الباسورد، وان الباسورد يحتوي على حروف كبيره وحروف صغيره وارقام وحروف ورموز. كلمه المرور دي مهمه جدا، ودلوقتي السياسات المعمول بها في داخل الشركات انك بتلزمك ان انت تكتب حروف كبيره زي ايه كابيتال، ايه سمول مثلا، وتكتب ارقام زي 1 2 3، وتكتب رموز زي مثلا الشباك او الدولار ساين او علامة تعجب او علامة استفهام. دي رموز علشان كلمة السر تبقى قوية. وكمان عندنا في الام اف اي زي المصادقة البيومترية. والمصادقة البيومترية يعني زي بصمة الاصبع، زي بصمة الكف، زي بصمة العين، زي بصمة الوجه. دي كلها اسمها مصادقات بايومترية. وكمان ان احنا نعمل مراجعة اكسس بوليسي، نراجع سياسة التحكم في الوصول. وكده احنا شرحنا العشر بنود الاساسية. لو حد عنده اي سؤال انا تحت امركم. كده احنا خلصنا يا شباب، لو حد عنده اي سؤال يقدر يسأله. شباب، اي حد محتاج سؤال يقدر يكتبه او يسأله.
طيب محدش عنده سؤال يعني؟ خلاص كده. تمام يا شباب، تقدروا تتفضلوا. خلاص كده احنا خلصنا اول سيشن في شرح معيار ايزو 27001.